ما كاينش شاب مغربي ما دارش بحث على كيفاش دير الفلوس في الانترنت او التجاره الالكترونيه او على التنميه الذاتيه. غادي تلقى بزاف ديال الفيديوهات كيتكلموا على كاع المجالات وكيفاش حتى انت غادي دير الفلوس. تابع معايا هذا الفيديو فين غادي نعطيك واحد البريف وفاش كاين الفلوس في الانترنت، لان بكل بساطه الانترنت داير بحال الواقع وفيه حيرات حقيقيه يمكن لك تمتهنها ولا تقرا عليها، وكل مجال فيه تخصصات. باش تعرف اكثر على هذا الشيء خاصك تكون فضولي وكتبحث وكتقرا ماشي كتفرج. فعلا التعليم عبر الفيديوهات اكد الفعاليه والسرعه في التعلم، لكن التعلم من الفيديوهات بدون قراءه ما كيكملوش الموهبه ديالك. غالبا كيبانوا لك اشهارات كيدخلوك بكلام بحال باغي تهرب من الوظيفه وتحقق ارباح، او انت ناس باغي دير مازيراتي والبورش والفيلا والسفر في العالم بحريه وتحقق الحريه الماليه. ها كيفاش درت ليها. ما عليك الا حتى انت تسجل في الكورس، تابع لاشين ديالي في اليوتيوب وغادي تبدا تحقق من الشهر الاول ارباح اللي تخليك تستغني عن الوظيفه. هادشي غادي نعلمو ليك الا تابعتيني في اليوتيوب، انستغرام والتيك توك. هاد الناس صحاب نعلموك كيفاش دير الفلوس بالانترنت كلهم كيهضروا بنفس الطريقه وبنفس الحركات وبنفس السكريبت كيعاودوه بنفس الطريقه كوبي باس. هذه اول ملاحظه خاصك تلاحظها. في الاول كيبان لك ان البلان حقيقي وما فيه حتى شي مشكل، ولكن في الحقيقه الهدف المشترك ديالهم هو يبنيو واحد القاعده جماهيريه ومن خلالها يحققوا ارباح خياليه من الاعلانات ومن الافيلييت لينكس او روابط الافيلييت اللي هما ببساطه اشهارات اللي كيدوز باش كتفرج بالفيديوهات، نقرات على الروابط اللي كيخليو ليك كمصادر في صندوق الوصف. والسر في الفلوس بالانترنت او الحياه اليوميه هي انك تكون عندك القاعده الجماهيريه. يمكن لك تتحكم بمصير دوله الى انك جميع السكان كيعجبهم داكشي اللي كدير. ابسط مثال مستر بيست بغى يولي رئيس الولايات المتحده، وهذه القاعده الجماهيريه اللي كتبدا منك انت المشاهد. انا متاكد انك شفتي اعلانات او فيديوهات ديال الناس بعناوين مغريه، كاين اللي كيقول لك انك تقدر تربح 10,000 دولار الا درتي اشتراك في رابط او خديتي كورس. هاد الناس وصلوا لدرجه كبيره في الاحتراف من ربح المال بالانترنت، لكن ماشي بالطريقه اللي كيقولوا لك. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نبسطوا هذه الطريقه لانها في متناول اي واحد كيقرا الانجليزيه وكيحترف المونتاج او كتابه السكريبتات والسيناريوهات. اول خطوه ديال هاد الناس الميثود او البلاي بوك ديال الخدمه هي خلق الوهم ديال النجاح وسطر لي على ذاك الوهم، لان كل شيء على المفاهيم ديال المصطلحات اللي كتستخدم وكيفاش قبلتي المصطلح في اللاوعي ديالك واش من تصويره عندك على المصطلح. داكشي هو اللي كيأثر على المردود العام ديالك. نرجع لوهم النجاح اللي كيربطوه لك بالفلوس والحريه الماليه، وهو مفهوم غلط من جميع الجوانب، من التعريف المصطلح النجاح حتى الفهم الحريه الماليه. النجاح من خلال الوهم هو تحقيق حياة رافعة بسيارة فارهة وفيلا فاخرة أو كاش كثير اللي غالبا كيشريو الفايك موني. الفلوس ماشي مزورة إنما مصورة لأنها كتباع باش تمثل أو تصور وماشي كقيمة تقدر تخدمها. أما السيارات كلشي عارف انك تقدر تكري اي سياره كيف ما غادي يكون النوع ديالها. اما الفيلات غالبا مكريه ومسلفه من اجل الفيديو، كيبينوا لك انهم عايشين الحياه اللي انت كيبان لك الحلم. علاش عايشين؟ وهذا اكبر غلط. وكيبينوا لك انهم باغيين يعاونوك حتى انت تكون بحالهم، لكن الهدف الحقيقي ديالهم هو انك تشوف المحتوى ديالهم ويبيعوا لك شي حاجه بطريقه او اخرى. وإلا حركتي الكابيسه عندك غير بشويه غادي تفهم ما غادي يعلموك حتى حاجه من غير انه تعطيه وقتك فابور ويشدك بالصناره او بلي هوك اللي هما كيخدموهم كيلقاوهم بادوات السيو اللي موجودين باش يربطوك بالمحتوى ديالهم، لانه هو راس مالهم والمصدر الرئيسي ديال الدخل ديالهم. غادي تكون ديجا سمعتي بدات ديال الكونتنت ديالك، لكن عمرهم غادي يقول لك انه هو كل شيء. الطريقه باش خدامين ماشي طريقه اللي هي مبتكره، كما قلت ان المحتوى ديالهم بحال كوبي باست هو فعلا هكاك، لان الطريقه ديالهم طريقه امريكيه. كانوا ديغورو استعملوا هذه الطريقه من قبل ما تجي السوشيال ميديا. الطريقه كانت خدامه ملي بدا بيزوس امازون في 1994 وبيير اوميديار فاش طلق اي باي والجوجل فاش طلقات الجوجل ادسنس في 2003 وكريس اندرسون فاش شهر البلاتفورم لونغ تير. هنا بداو الامريكيين بهذا النوع ديال المحتوى، والكيورد ديال كيفاش دير الفلوس في الانترنت انتشر. 2006 لتحت كانوا مغاربه قلال اللي كيخدموا على هذا النوع ديال المحتوى، وكان التخصص هو بيع الكتب الالكترونيه لي كورس والبرامج. داكشي
كان نقي لان لي ريسورس كانوا قلال. وإلا بغيتي تكون عندك خدمه نقيه خاصك تكون كتكتب مزيان وكتعرف دير ابحاث على مواضيع باش الناس يقراو. خاصك تكون عندك كواليتي باللغه اللي كتكتب بها ومعلومات كثيره. وكان اسهل الطرق للوصول لقاعده كبيره ديال الجمهور هي بيع الوهم، واسهل حاجه تبيعها هي الوهم لانه تقدر تعطيه اي لون باي شكل وباي لغه. وفي الاول كانت كيفاش تربح الفلوس اولا كيفاش تلوح الوزن ديالك في اقل من 5 دقائق في النهار هما اهم المواضيع، بحكم ان امريكا كيعانيو من السمنه واكبر بلاد في الربح السريع والامريكان دريم. هادشي كلشي اللي خلاها تكون منبع ديال النوع المحتوى. الطريقه هذه كتعتمد على البيرسونال براندين، وهي تكون انت البراند، الماركه او العلامه التجاريه. كتكون انت كشخص عندك متابعين كتار كتستفد منها لانها كتحقق واحد الشرط من شروط التجاره واللي هي الثقه. لان فاش تبني الثقه بينك وبين الكليون او الزبون تقدر تبيع ليه اي حاجه. الاشكال اللي عندي مع هذه الطريقه هي انها كتبيع الوهم والكذوب شرعا، كتحرم الربح ديالك وكتخرج من المله لانه من غشنا ليس منا. ولان نعلمك كيفاش دير الفلوس اكثر من نص وهو غش مع سبق الاصرار، حيث بشهر ما تقدرش تطلع 10,000 مشترك اللي يقدروا يحققوا لك 1.5 مليون المشاهده في الشهر، اللي يمكن لك تربح منها فلوس اللي تخليك مرتاح ويمكن لك تشري بعض من الحوايج اللي بغيتي. اما النجاح فهو ما مرتبطش بالفلوس، مرتبط بالاهداف ديالك اللي معظم العامه ما عندوش هدف، لان الهدف عمره ما كيكون فكره او حلم بل برنامج وبيداغوجيه وعمل من اجل الهدف. كيفاش هاد الناس كيدعموا بعضياتهم باش يكبروا من القاعده الجماهيريه؟ عندهم طرق كثيره من ضمنها الكولابس، بودكاست او الريلز اللي بوست مع بعضياتهم، ومن حتى الداتا شيرين ويدوروا الايميل ليست بيناتهم. لكن حتى واحد ما كيقول لك تعلم كيفاش تصنع فيديو او تعلم الانجليزيه او دير البراند اللي هي سميه ديالك انت، لانها هي الكي والساروت ديال هذا الباب. وإلا بغيتي دير بحالهم راه ساهل، ماشي مهم انك تفهم باي مجال، المهم انك تدخل بنيش ديال الفلوس بحال العملات الرقميه، التريدين او التجاره الالكترونيه او الدروب شيبينغ، وتكون عندك سنطيحه باش تكتب وتقدر تخلص شي خبير لصناعه المحتوى في الخدمات بحال فايفر او الذكاء الاصطناعي، او لا دير بحال كيف كيدير بعض منهم كيتعلموا الانجليزيه وكيترجموا المحتوى ديال الاجانب بالجوجل الدارجه او العربيه. داكشي علاش كتلقاهم كيهضروا بنفس الطريقه وبنفس الكلمات، لانهم غير سامعين بلا ما يفهموا اش كيقولوا، لان اغلبيه ديالهم ما يقدرش يهضر علميا او عمليا 10 دقائق بالمجالات اللي كيهضروا فيها بلا ما يحفظ السكريبت. فاش كتسمعهم كيهضروا على البيزنس موديل كيوقف عندك العلم، لانه البيزنس الفلوس المال، لانه ما يمكنش لك تكون ديفلوبر وسايبر سيكيورتي ايجنت وفي نفس الوقت تكون ماركتينج اكسبيرت او خبير تسويق والاشهارات، لانها بكل بساطه مجالات حيه. الا ما خدمتيش مجرد اسبوع يفوتك بزاف ديال الحوايج اللي كتطلب الوقت والانضباط من اجل الاستمرار والانتاجيه. وفي مجال البيرسونال براند خاصك تكون تعرف كيفاش تسوق لراسك وتكبر القاعده الجماهيريه ديالك، سواء بالكذب عبر فيديوهات وستوريات بفلوس او بالاشهارات سواء المدفوعه او المجانيه فضائح. وهذا الشيء ماشي جديد، لان براين تريسي اللي دار محاضره حول الموضوع فين شرح قواعد التسويق، وكيف ما كيقول يمكن يبيع لك السلعه اللي بغا بالثمن اللي بغا، يكفي انه يعرف لاش كتميل باش يبيع لك اش بغا. وهذا الموضوع خاصو فيديو بوحدو. هاد الناس كيستهدفوا واحد القاعده جماهيريه اللي كتمثل 80% من الويب المغربي، من المراهقين والشباب اللي باغيين يغيروا من الوضعيه بسرعه. وهذا هو الخطير بالامر، لان احسن حاجه نقولها لهذه الفئه هي اقرا وتعلم حرفه في الويب، لان نتوما هما الفئه مثالية عندها الوقت وانترنت ورغبة. بالنسبة لبائعي الوهم اشنو غادي يخص باش يجيبك عنده كذبة او وهم، وكيبداها لك من القصة ديالو على اساس انه بدا من الزيرو وانه تصاب بالاكتئاب، ويعاود القصة بالمحاولات ديالو حتى طاح بواحد الطريقة وهي اللي غادي يشارك معاك في الفيديوهات. وهذيك القصة هي اللي كتحلك وكتوكلك الطعم او الهوك او الصنارة، لانك انت هذيك الوقت كتفاعل عاطفيا مع القصه ديالو وكتشوف فيه راسك وكتقول هذا هو الوقت وصل وبغى يشارك معاك القصه ديالو باش حتى انت تولي بحالو وانت دخلتي في الويف او الموجه ديال الوهم. المهم ديك الساعه اي رابط كيبارطاجيه كتولي تدخل ليه
وتحاول تعرف هاد الطريقة السحرية أو التجربة ديال السنين بدون نقاش وبدون حتى نقد، لأنك عطشان وشفتي بعينك السيد باش كيلعب. الكوتو والوهم بالنجاح هو البرودكت والسلعة اللي كيكون بالغالب كورس فيه حتى 50 ساعة ديال المشاهدة، وإلا تبعتيها غادي تولي مليونير بأقل من عام، اللي هي ماشي مستحيلة، لأنك إلا صنعتي 50 ساعة ديال الفيديوهات وعندك 100,000 مشترك بشهر اللي غتعطيك 5 مليون ساعات مشاهدة، غادي تخليك مليونير بلا ما تبيع الوهم أو تحتاج تبان في الفيديوهات. وكيعززوا الفيديوهات ديالهم بشهادات مزورة ديال الناس شراو كورسات ديالهم وتمكنوا من تحقيق أرباح، وكيزيد أكد لك الكلام ديالو وكيوريك الاناليتيكس ديال المشروع ديالو، كيستعن بالداشبورد الحقيقية ديالو أو ديال واحد آخر باش يعزز الكلام ديالو. غالبا كتكون من جوجل ادسنس اللي هي كتخلصك عبر مجموعه من الطرق، او من الكورسات اونلاين ولا اوفلاين او البيرسونال كوتشنج. زيد ان عندهم سيت كيجيبوا ليه ترافيك من السوشيال ميديا. وتاني اكتر حاجه كيدخلوا بها الفلوس هي الافيلييت ماركتينغ عبر الروابط. واش عمرك سولتي علاش كيحطوا لك الروابط بصندوق الوصف؟ علاش ما يقول لك بالفيديو بحث في جوجل على ان فيديو مثلا؟ لان بكل بساطه اغلب لي سيت عندهم برامج الافيلييت اللي كيعطيوك رابط خاص ديالك، اللي يدخل للسيت عبر الرابط الخاص ديالك كتاخذ عليه عموله. كاينين روابط اللي يقدر تخلص حتى ل $200 فما فوق، غير لانك جبتي ليه ضغطه على رابط. زيد عليها فلوس الادسنس سبونسرشيب اللي كياخذوهم من اليوتيوب والتيك توك فيسبوك والانستغرام، وهذه هي الطريقه اللي خدامين بها في الويب. مستر بيست هضر على هذا الموضوع باختصار كبير، قال بانه الا عندك المعرفه اللي عنده على اليوتيوب اول حاجه ديرها هي غادي تنشر الفيديوهات، لكن هذا الشيء عنده كوست او الثمن ديالو. احسن ميزان عند المسلم باش يقيس هو نظاره الشرع، الحلال والحرام. تكون بسيط وما تحاولش تضيع الوقت في حاجه اللي هي ما نفعك بوالو، وتكون عندك رساله تبلغها. وخاصك تعرف المبادئ ديالك، واش انت مستعد انك تبيع الوهم او انك تكون صريح. هاد الزوج د العوامل خاصك تكون صريح مع راسك فيهم، لان اي حاجه نشرتيها غادي تحاسب عليها، ماشي هنا لكن في المحكمه العليا. ثاني حاجه الكونتنت اللي باغي تصنع، شنو الهدف منه. ثالث حاجه انك تتعلم تصنع محتوى، يعني تتعلم تكتب مواضيع سواء من الراس او الذكاء الاصطناعي. والكي هي انك تعرف تبحث مزيان. واخر نقطه هي المونتاج اللي هو ضروري باش تصنع محتوى يتفرجوا فيه الناس. والمهم هو انك تبدا، لان احسن وقت تبدا هي دابا، وانك تكون مواظب على الانتاج. ما يهمش ان الفيديو ناجح او فاشل، المهم انك انتجتيه وصيبتيه وتعلمتي حاجه جديده. واهم حاجه هي القابليه للتعلم والانفتاح على الافكار الاخرين بطريقه نقديه، وما تقبلش اي حاجه كتسمعها خاصه بموضوع ما كتفهمش فيه. الغايه من هذا الفيديو ماشي هو نطيح من القيمه ديال هاد الناس او نشهر فيهم، لكن كنناقش الطريقه ديالهم الحقيقيه، لدرجه اني استغنيت على نعطي امثله ديال الاشخاص وبامكانها تعطي جماليه للموضوع وتشويق زائد استغلال الاسم ديالو من اجل الاشهار. لكن الهدف من الفيديو هو التوعيه وننبهك ما تطيحش في هذه القوقعه، لانك غادي تضيع وقتك وفلوسك وتصمم افكار ديالك بسمو ما يمكنش لك تداوي راسك منها. الا تسمم لك الفكر ديالك ضاع راس مالك. اول خطوه باش تربح من الانترنت جلس مع راسك، كون صريح، حدد الاهداف ديالك، نقي الفكر ديالك بالقراءة من الكتب واخا غير 20 دقيقة في النهار. فهم مزيان انك الا بغيتي تصنع محتوى غادي خصك تكون كتصبر، وان المحتوى ديالك يمكن ياخذ وقت طويل باش يعطي النتيجة. واهم عامل بالنجاح المحتوى هو صناعة المحتوى براسو. الى هنا كنعتبر الرسالة ديالي دازت وفيديو اليوم. نتمنى انه فهمتي شوية من الموضوع والكونسيبت، والمهم انك تعرف اي حاجة بغيتي ديرها وقتها هو دابا، وعمرك ما تقول انك تعطلتي، لان دابا من هنا العام غادي يولي هيستوريك الخدمه. الا ما خدمتيش كيبقى البيلون ديالك في الصفر. المهم مع التوكل على الله، الصبر واليقين والعمل غادي توصل اي حاجه حددتيها قدامك. الا في القدر فلا راد له. والسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.